ثلاث حاجات وثلاث أخبار بالنسبة للنادي الأهلي اليوم. الخبر الأول بالنسبة لسروب بيتمسك بالبقاء لآخر الموسم لأنه هو طماع جشع للأسف الشديد، عاوز 6 شهور من النادي الأهلي بما يعادل 450 ألف دولار للأسف الشديد، مبلغ كبير على خزينة النادي الأهلي. هو غشيم في الملعب بس في التفاوض ناصح وعاوز يعمل سبوبة من النادي الأهلي. أما الخبر الثاني والحاجة الثانية هو تذاكر 20 ألف متفرج لجمهور النادي الأهلي شفطوا في نص ساعة. جمهور النادي الأهلي هيروح وهيشجع، بيثبت لكل الإعلام الأبيض على السوشيال ميديا إن جمهور النادي الأهلي في ظهر النادي حتى لو كان خسران في الدوري المصري. الحاجة الثالثة بالنسبة مباراة الأهلي أمام الزمالك هي مباراة للدفاع عن سمعة هذا الجيل للأسف الشديد. هو جيل للأسف جيل سبوبة ما عملش أي حاجة للنادي الأهلي. أنت بدافع عن سمعتك وقرابة النادي الأهلي ضد نادي الزمالك. حكم أسباني خفير من الحكام الأقل في الدوري الأسباني. هي دي أخبارنا، هي دي المطالبات. يا رب الرسالة توصل للاعبين. ما تنساش سبسكرايب وتفعيل زر الجرس والاشتراك في هذه القناة واللايك المتين الحزين. ودايما الأهلي فوق الجميع، ودايما النادي الأهلي هو رقم 1 في مصر وفي الوطن العربي الكبير ببطولاته وبجمهوره العظيم. تحية للنادي الأهلي العظيم.